محمد عبد المنعم هو على فكره كان مهاجم. يعني محمد عبد المنعم كان بادئ في قطاع الناشئين في الاهلي، كان فيرود، وبعدين الكابتن بدر رجب هو اللي خلاه باك، رجعه ورا سيرد باك. فعشان كده طه عبد المنعم لعيب يعني عنده مهاره التسديد، وعنده مهاره الترقيص والمراوغه ودريبلينج، وبيعرف يمرر الكوره من تحت لفوق وكده يعني، ويبني الهجمات. عنده القدرات دي لانه كان مهاجم، كان بادئ مهاجم. انما عبد المنعم مدافع من اهم المدافعين دلوقتي في مصر، والعين عليه هتبقى قويه جدا، خصوصا بقى الاهلي داخل على كاس افريقيا، وعنده الدوري الافريقي وكاس افريقيا. لو تالق عبد المنعم العيون في اوروبا والعيون هنا، والدوري السعودي بقى وما ادراك ما الدوري السعودي، واحكي لكم على السعوديه واللي بيجرى فيها واللي هيجرى فيها السنين اللي جايه، واخر منجهه هتبقى في السعوديه هناك. فالاهلي قال لك بقول لك يعني عشان نقفل الباب ده ونخلص. هو عقد عبد المنعم يخلص امتى؟ قالوا لهم 2025، يعني لسه سنه ونص، الموسم اللي بعد الجاي يعني يخلص 2025، نهايه الموسم الجاي. فقالوا من دلوقتي احنا نمد العقد ل 2027، وحاطط الاهلي لعبد المنعم كل الامتيازات، اعلى واحد انت زيه اللي هو حسين الشحات 15 مليون في السنه، واعلانات بقى ب 4 مليون وما اعرفش ايه بكام. يعني هياخد الحقيقه اعلى فئه في النادي الاهلي، وتمد معانا ل 2027. يبقى اسمك ايه انت معانا لغايه ما نشوف بقى ايه كاس الامم، جالك انديه كبيره في اوروبا، او كاس العالم 26، ربنا يحيينا ويحييكم ويحيي الجميع. فيبقى عبد المنعم تحت الحصار الاهلاوي لغايه 2027، واعتقد ان الامور ماشيه في اتجاه تمديد عقد عبد المنعم.